لذلك لا أعلم حسب علمي أضر على المجتمع الإسلامي في عقيدتهم من مشايخ الطرق، لأن مشايخ الطرق يفسدون عقيدة المجتمع، فيثبتون للمخلوقين صفات لا تثبت إلا لله: العلم المحيط بجميع المعلومات، السمع المحيط بجميع المسموعات، القدرة والتأثير والتدبير. هذه المعاني يثبتونها بدون تردد. كل من اتصل بهم يعلم منهم هذا تماما، بل هذا عندهم شبه واجب على الدرويش والمريد والخليفة أن يخافوا من الشيخ الكبير من العارف بالله والواصل إلى الله، أي المنقطع عن الله، أن يخافوا منه هذا الخوف. هذه ملة أخرى غير ملة الإسلام، يفسدون دين الإسلام، يفسدون قلوب العباد. لذلك فلينتبه، لا تنخدعوا بالمظاهر والسبحة الطويلة والتكسر أحيانا وضرب الصدر. الله، لا تنخدعوا بهذه المظاهر، هذه المظاهر خداعة. القوم من أشر الناس، من أشر من ينتسب إلى الإسلام، وأضر على المجتمع. لا أعلم أمثال هؤلاء، لأني عشت في صغري معهم. خذوا هذه الأسرار. في نعومة أظفاري كنت في أحضانهم، ولكن الله أنقذني وعرفت منهم ما لا يعرف غيري. انتبهوا للقوم وهم موجودون. إذا كنا نتحدث عن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وهم أخف ضررا من الصوفية، لأن الصوفية تفسد القلوب. القلوب فاسدة منصرفة عن الله، ولا يبالون أبدا عن الله، معتمدين على الشيخ اعتمادا كليا في الدنيا والآخرة.